واحد من الصحابة ذكي جدا، هم أذكياء كلهم، بس هذا التفكير يغيب عن كثير من الأذهان. ليلة شاتية شديدة البرد، فقام هذا الصحابي في البرد وجمع حطبا وأوقد النار وحط عليها إبريق ماء ودفأه حتى صار دافئ، ثم جاء به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم واستحيا أن يطرق عليه الباب، فجلس عند بابه ينتظر خروجه لقضاء الحاجة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعه هذا ربيعة بالماء، وإذا بالماء دافئ. قال يا رسول الله قمت فجمعت الحطب وأوقدت النار وأدفأت الماء لك لتتوضأ. طيب ما حد قال له يسوي كذا من راسه. صحابة وين موجودين؟ موجودين بس كل واحد في بيته، كل واحد مشغول في نفسه، هذا في الليل، وهذا الصحابي واحد اللي جاته الفكرة وسواها. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قطر له الماء حتى توضأ وتم موضوعه. قال يا ربيعة سل، اطلب فعلك هذا، اطلب اللي تبي. قال ربيعة فنظرت في الدنيا فإذا بها زائلة، كل اللي في الدنيا أنت ميت عنه وهو ميت عنك، يعني زائلة. قال فتركت الدنيا كلها ونظرت في الآخرة. هو دحين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب، وقال له اطلب. قال فنظرت في الدنيا فإذا بها زائلة فزهدت فيها، فنظرت في الآخرة. قال فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أعلى درجات الجنة وأنا وين؟ قال فقلت يا رسول الله أريد مصاحبتك في الجنة، مرافقتك في الجنة، أريد يكون جارك في الجنة، بس أبغى هذا. وين يا حبيبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة والفضيلة في أعلى درجات الجنة، وأنت ربيعة، لا أنت نبي ولا أنت رسول ولا أنت حتى من السابقين الإسلام. أنت بتسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاول أنه يصدها شوي، قال لا وغير ذلك، قال لا بس أطلب غير ذلك، لا ما في إلا ذاك. لح قال له 3 مرات وغير ذلك، اطلب شيء ثاني، قال لا ما في إلا ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيها ثم قال إذا فاعني على نفسك بكثرة السجود، أنا أدعو لك الله واشفع لك، بس خلي عندك حاجة تساعدك، كثرة السجود. فكان ربيعة رضي الله عنه إذا سجد لا يرفع رأسه من طول السجود حتى عرف بالسجاد ومات ساجدا رضي الله عنه.